السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ قبل مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا عايزين نتكلم عن مباراة الاهلي وبتروجيت والاهلي المصري اللي هيدونا انطباع مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا هتكون عاملة ازاي، واداء الاهلي في المباراتين كان عامل ازاي. النادي الاهلي في مباراة النادي المصري واجه منافس مختلف عن مباراة بتروجيت. في مباراة بتروجيت فريق بتروجيت افضل فريق السنة دي في الدوري واجه النادي الاهلي. ليه؟ لأن بتروجيت قدر يتعامل مع نقاط القوة بتاعة النادي الأهلي ويتفوق عليها ويخلق حلول لنفسه عشان يخلق فرص ويعمل مشاكل للنادي الأهلي. أولا نادي بتروجيت بقى بيضغط على النادي الأهلي من أعلى نقطة، والضغط ده مستمر، مش ضغط مجرد لحظي أو في أوقات معينة من المباراة فقط، لا هو بيضغط على الشناوي ودفاعات النادي الاهلي بخطوط كلها متقاربه، لان هو كان بيوصل الضغط بتاعه ان هو بيضغط بكل لعيبته في نص ملعب النادي الاهلي. وده اللي كان بيحاول النادي الاهلي ان هو يعمله مع منافسينه ايام عماد النحاس. بالاضافه لده ان هو كان بيتجاوز حته الضغط بتاعه النادي الاهلي، الضغط العالي اللي النادي الاهلي بيقوم بيه، بان هو بيلغي بناء اللعب، بيعتمد على طول بالكور العاليه خلف خطوط النادي الاهلي او على الاطراف. نادي بتروجيت قدر ان هو بالطريقه دي ان هو يتفوق او يحل مشكله الضغط اللي النادي الاهلي بيعتمد عليه بعدد كبير قوي من اللاعبين بتوعه عن طريق الاجنحه وراس الحربه وثنائي في الوسط اللي هو مثلا كان بيبقى زيزو مع ديانج، او في اوقات تانية بنشوف تريزيجيه مع بن رمضان. بيتجاوز الحته دي بانه بيلعب كور عاليه، بيحاول ان هو خطوطه كلها تبقى متقاربه في ان هو يخلق بناء لعب سريع، وان هو كمان يتفوق ويحصل على الكرة التانية اللي بتبقى مرتدة من دفاعات النادي الأهلي بعد التمريرات العالية. نادي بتروجيت على عكس النادي المصري، في مباراة النادي المصري مع النادي الأهلي النادي المصري ترك الاستحواذ للنادي الأهلي وتراجع وبيضغط فقط في منتصف ملعبه، فطبعا ده عرضه لضغط قوي جدا من النادي الأهلي. ودي الخطأ اللي كل الفرق بتعملها قدام النادي الأهلي، إن هو بيترك الاستحواذ للنادي الأهلي وبيضغط عليه ضغط متأخر في منتصف ملعبه عشان يحاول إن هو يقلل المساحات، لكن ده كان بيسهل على النادي الأهلي فكرة إن هو يبني اللعب. اخطاء لاعبي النادي الاهلي في بناء اللعب تحت الضغط كبيره جدا، شفنا الشناوي بيطفش كتير جدا الكوره في مباراه بتروجيت، تشوف اخطاء من لاعبين زي كوكا في التمرير، او اخطاء ديانج تحت الضغط. طبعا في بناء اللعب الموضوع بيبقى صعب بالنسبه له، عشان كده المدرب كان بيستعين بيه كتير ان هو ينتقل على طول لمنتصف ملعب الفريق المنافس ويبعد عن حتة بناء اللعب دي، وبيستعين ممكن بدخول محمد هاني أو كوكا في قلب الملعب عشان يشاركوا في بناء اللعب، أو إنه النادي الأهلي كان بيلعب على الأطراف. طبعا ده كان حل آه، للمدير الفني في مباراة بتروجيت، إنه لما لقى بتروجيت بيحاول يضغط، طبعا الأجنحة بتاعت النادي الأهلي ما بتنزلش عشان تشارك في بناء اللعب، فده طبعا كان بيعرض باكات النادي الاهلي للضغط وخطأ ان هم ما كانوش بيلاقوا حد او حل للتمرير. شفنا بعد كده انه بيبقى في حلول للنزول بن شرقي او زيزو شويه عشان يقربوا اللاعبين ويجدوا لهم حلول. كمان باكات النادي الاهلي بعد ما بيفتحوا اللعب ويتقدموا ما بيلاقوش الدعم الدفاعي، فعشان كده بتبقى في مشاكل كبيره جدا في الكور المرتده والكور اللي فيها سرعات خلفهم، او تبقى في مشاكل في العمق بتاع النادي الاهلي مع ترحيل مروان عطيه عشان يقفل على احد الاطراف، بيبقى الوسط فارغ. عشان كده المدرب كان بيستعين بديانج لانه عنده السرعه والقوه في الارتداد شويه، لكن ساعات ديانج بيبقى بيلاقي نفسه في الوسط وحيد مع تخطيط مروان زي ما قلنا على الاطراف، فبيعمل مشاكل للنادي الاهلي وبيعمل ضغط عليه في منتصف ملعبه. عدم وجود صانع لعب للنادي الاهلي في منتصف الملعب او لعيب بيقدر ان هو يحرك الكره من الدفاع للهجوم، دي مشكله كبيره جدا. فاكيد لو نادي سيراميكا كليوباترا استغل النقط بتاعه الضعف بتاعه النادي الاهلي وهي الضغط على النادي الاهلي في بناء اللعب، هيضيع وهيصعب كتير جدا على النادي الاهلي، لانه لعيبه سيراميكا كليوباترا امكانيات لعيبه سيراميكا كليوباترا افضل نسبيا من لعيبه النادي بتروجيت. وطبعا يعني مش هنقدر نقول فرق فروقات كبيره جدا، لان النادي المصري يملك
يعني لاعبين ممتازين، لكن نادي سيراميكا كليوباترا في انسجام وفي أداء أفضل بكتير من النادي المصري بدليل تصدره للدوري. ده اللي هنشوفه في مباراة النادي الأهلي، لأنه إحنا شفنا مواجهة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري، وممكن نشوف اختلاف لأن المدير الفني النادي الأهلي اتغير، وأكيد مباريات زي مباراة الكؤوس مختلفة تماما عن مباراة الدوري. استنوني بقى بعد مباراة السوبر ما بين النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والسلام ختام بيس نيو.